تخيل لو مرة ليلة واحدة بس كل أصوات الفرح والزغاريد والضحك اللي تسمعها تتحول فجأة لصراخ، صراخ ما يشبه أي شيء سمعته بحياتك، صراخ يجي من جوف الروح، من ناس قاعدة تحترق وهي حية. هذه ما هي قصة فيلم رعب، هذه قصة حقيقية صارت في ليلة عرس كان المفروض تكون أسعد ليلة في حياة ناس كثير، بس تحولت لأبشع كابوس ممكن يتصوره عقل إنسان. الليلة هذه ليلة 15 أغسطس سنة 2009 كانت ليلة عادية جدا في منطقة الجهراء بالكويت. حر الصيف لسه باقي والناس تدور المناسبات اللي تجمعهم وتنسيهم هموم الدنيا. وفي واحد من الشوارع الهادية كانت فيه خيمة بيضة كبيرة منصوبة، خيمة فخمة من الخيام اللي تشوفها في الأعراس الكبيرة، مزينة بالأضواء والكراسي المرتبة، وفيها وحدات تكييف تبرد على المعازيم. الخيمة هذه كانت مخصصة للنساء ومكانها بالضبط قدام بيت المعرس اللي اسمه زايد. تصميم الخيمة كان له دور كبير في الكارثة اللي بتصير بعد شوي. تخيلوا معي الخيمة مسكرة من 3 جهات تماما، كأنها صندوق قماش كبير، ما لها إلا مخرج واحد بس، باب واحد مفتوح يطل مباشرة على باب بيت المعرس. يعني اللي تطلع من الخيمة تدخل البيت على طول، ما في مهرب ثاني. الخيمة كانت ضخمة تشيل حوالي 300 حرمة مع أطفالهم، وفي ذيك الليلة بالذات كانت مليانة على الآخر. الأجواء جوا الخيمة كانت قمة في الوناسة، الحريم لابسين أفخم ما عندهم وريحة العود والبخور معطر المكان، أصوات الأغاني الشعبية عالية والبنات يرقصون والأطفال يلعبون بين الكراسي. هذه تسلم على هذه وهذيك تبارك لأم المعرس، سوالف وضحك وزغاريد، جو عرس سعودي أصيل بكل تفاصيله. فرحة صافية ما حد كان يتخيل إنها بتكون آخر فرحة في حياة كثير من اللي كانوا موجودين. طيب عرس مين هذا اللي كلنا نتكلم عنه؟ هذا عرس زايد، بس ما كان عرسه الأول. زايد كان متزوج من قبل، وزوجته الأولى اسمها نصرة وعنده منها طفلين. علاقتهم كانت مثل أي علاقة زواج، فيها الحلو وفيها المر، مشاكل بسيطة تجي وتروح ويحلونها بينهم بهدوء. لكن المشكلة الكبيرة بدأت لما قرر زايد ياخذ زوجة ثانية. نصرة ما تقبلت الموضوع أبدا، ما كانت مجرد زعلانة أو متضايقة، كانت رافضة الفكرة رفض قاطع. بالنسبة لها هذا كان خيانة وكسر لقلبها وللعشرة اللي بينهم. صارت تهدده بشكل مباشر وصريح، والله يا زايد لو تزوجت علي لأخربها فوق راسك وراسها. كانت تشوف في قراره إهانة لها، كأنه يقول لها أنها ما كانت كافية. زايد من جهته كان شايف الموضوع من زاوية ثانية، يمكن كان يشوفها حقها الشرعي، أو يمكن كانت فيه مشاكل بينهم ما قدروا يحلونها، فقرر يبدأ حياة جديدة. ما اهتم لتهديدات نصرة، اعتبرها مجرد كلام ينقال وقت الغضب، غيرة حريم مثل ما يقولون. كمل في تجهيزات عرسه ولا كأنه سمع شيء. نصرة لما شافت زوجها مصر وما هو مهتم لكلامها زاد غضبها، حست بالقهر والخذلان. في محاولة أخيرة منها عشان تخليه يتراجع قالت له إذا بتتزوج طلقني. هددتها بالانفصال، يمكن كانت تظن إن هذا بيهزه أو يخليه يفكر مرة ثانية، لكن زايد كان مقرر وخلاص ما تراجع. وقتها نصرة سوت اللي تسويه أي زوجة مقهورة، شالت عيالها وراحت بيت أهلها، قعدت هناك أيام تنتظر منه اتصال، تنتظر منه يجي راضيها ويقول لها إنه غير رأيه، لكن الانتظار طال وزايد كمل في طريقه كأن وجودها وعدمه واحد. وهنا في قلب نصرة بدت بذرة الانتقام تنزرع. شعور الظلم والقهر تحول شوي شوي الغضب أعمى، غضب خلاها تفكر في طريقة ترد فيها اعتبارها، طريقة تخليه يندم على اليوم اللي قصرها فيه. نرجع لخيمة العرس، الساعة صارت 8 بالليل، الخيمة قاعدة تمتلي أكثر وأكثر، الحريم والبنات يدخلون أفواج، كل وحدة شايلة معها هديتها وابتسامتها. من بين الحاضرين كان في ضيوف كثير جايين من السعودية مخصوص عشان يحضرون العرس، قرايب وأصدقاء قاطعين مسافات عشان يشاركوا أهلهم فرحتهم. الأجواء كانت احتفالية لأبعد درجة، وفجأة في لحظة ما حد كان متوقعها تحول كل شيء. الساعة 8:15 بالضبط في مركز الطوارئ رن التليفون. المكالمة اللي جتهم كانت من أكثر المكالمات رعبا في تاريخهم. صوت واحد يصرخ، صوته مخنوق بالخوف والدخان، يقول كلام متقطع: الحقوا، خيمة عرس ولعت، فيها مئات الحريم والأطفال قاعدين يموتون. ما كانت هذه المكالمة الوحيدة، خلال دقائق انهالت على الطوارئ مئات الاتصالات، أصوات رجال تصرخ، أصوات حريم تبكي، كلهم يطلبون النجدة، كلهم يتكلمون عن نفس الكارثة،
حريق هائل في خيمة عرس بالجهراء. في ثواني معدودة انطلقت سيارات الأسعاف والمطافي والشرطة لموقع الحادث. في البداية يمكن كانوا يتوقعوا إن حريق بسيط، شرارة كهربائية أو شيء من هذا القبيل، لكن أول ما وصلوا للشارع فهموا إنهم قدام كارثة أكبر من أي شيء تدربوا عليه. المنظر كان مثل مشهد من الجحيم. الخيمة العرس البيضاء ما عاد لها وجود، مكانها كان فيه كتلة ضخمة من اللهب والدخان الأسود الكثيف اللي يتصاعد للسماء. ألسنة النار كانت ترتفع أمتار تلتهم كل شيء في طريقها. الصوت كان مرعب، صراخ مكتوم جاي من جوا الخيمة، صراخ ألم وخوف ورجاء، صراخ ناس محبوسة جوا النار. رجال الأمن طوقوا المكان بسرعة، بس الوضع كان فوضوي. الناس متجمهرة في كل مكان، ما هم عارفين ايش يسوون. بعض الرجال اللي كانوا قريبين من العرس من أهل المعرس والجيران ما قدروا يوقفوا يتفرجون، كانوا يحاولون يقتحمون النار، يحاولون يسحبون أي أحد يقدرون عليه. ثيابهم البيضة صارت سودة من الدخان والرماد، وجوههم عليها تعابير هلع وصدمة. وكان فيه أطفال صغار واقفين قدام البيت، وجوههم سودة من الدخان ودموعهم راس مخطوط على خدودهم. كانوا واقفين ضايعين مثل المشردين، ما يدرون وين يروحون. كل اللي يقدرون يسوونه أنهم يبكون ويصرخون وينادون ماما ماما. والمصيبة أنهم ما يدرون أمهم وين، هل هي جوا النار؟ هل هي وحدة من الجثث اللي مرمية على الأرض؟ ما يدرون شيء. سيارات الإسعاف كانت تشتغل بدون توقف، المسعفين كانوا يشيلوا الجثث، وكل ما يرفعون جثة يلاقون تحتها جثة ثانية. كانوا ملتزقين ببعض من شدة النار والزحمة. المنظر ما كان كأنه حريق، كان كأنه موقع انفجار إرهابي. الجثث كانت متكدسة فوق بعض، ورجال الإسعاف ما كانوا يشتغلون لحالهم. أهل الحارة والرجال اللي كانوا موجودين كانوا يساعدونهم، كانوا يطيحون مغمى عليهم من هول اللي يشوفونه. واحد شاف جثة زوجته، والثاني لقى أمه، وذاك شاف بنته وأخته مع بعض محترقين ما يلمون لو فقدوا وعيهم. ووسط هالفوضى رجال المطافي كانوا يحاولون يخمدون النار. اقتحموا جزء من الخيمة اللي النار فيه خفت شوي، وهناك شافوا منظر يتجمد له العروق في العروق. 3 جثث فوق بعض، أم وبناتها يمكن، محترقين في نفس الوضعية، كأن النار فاجأتهم وما عطتهم فرصة حتى يتحركون. ومن بين كل المشاهد اللي تعور القلب كان في مشهد واحد بالذات ما ينساه أي أحد شافه. جثة حرمة كانت حاضنة طفلها الصغير بقوة، كانت محاوطتها بجسمها في محاولة منها أنها تحميه من النار، لكن النار كانت أقوى منهم، أكلتهم هم الاثنين وماتوا هم في حضن بعض. الجيران كان لهم دور بطولي في هذيك الليلة، فتحوا بيوتهم. كل الأطفال الصغار اللي كانوا يطلعون من الحريق أو اللي كانوا ضايعين كانوا يأخذونهم ويدخلونهم بيوتهم عشان يبعدونهم عن منظر الجثث والصراخ. أي رجال كان يوصل لموقع العرس كان أول شيء يسويه يروح يطق بيبان الجيران، يدور عياله بين الأطفال اللي مجمعينهم. تخيل شعور الأب وهو يدور بين وجوه الأطفال الباكية ويدعي ربه أنه يلاقي عياله بينهم، وتخيل شعوره لما ما يلاقيهم. الخيمة الضخمة اللي كانت تشيل 300 شخص انهارت بالكامل، أعمدتها الحديدية 8 أو 10 ذابت من الحرارة وطاحت، وسحبت معها باقي القماش المشمع. تحولت من خيمة بيضة للفرح إلى كومة سودة من الرماد والحديد المنصهر، ومقبرة جماعية لعشرات النساء والأطفال. وهنا لازم أوقف شوي وأقول لكم قصة واحد من الناس اللي عاشوا هذه المأساة بكل تفاصيلها. القصة هذه وصلتني من شخص عائلته كانت في قلب الكارثة. يقول إن في يوم 15 أغسطس أمه وخواتها الثلاث تجمعوا مع قرايبهم عشان يروحون العرس. راحوا أول شيء بيت عمتهم اللي كان في الشارع اللي ورا شارع العرس، يعني قريبين مرة. تجهزوا هناك ولبسوا وتعطروا وكانوا كلهم متحمسين. لما وصلوا لمكان العرس ادخلوا كلهم الخيمة إلا أخته اللي عمرها 18 سنة وبنت عمه اللي عمرها 16 سنة. هذول الثنتين لسبب ما دخلوا الخيمة مع الباقين، قرروا يدخلون بيت المعرس نفسه عشان يعدلون مكياجهم قدام المراية اللي جوا. هذا القرار البسيط اللي ما أخذ منهم ثواني هو اللي أنقذ حياتهم. يقول إن أخته وبنت عمه كانوا جوا البيت، وفجأة سمعوا صوت قوي كأنه صوت انفجار. بعدها على طول بدت أصوات الصراخ تتعالى من كل مكان. اطلعوا يركضون من البيت يشوفون إيش صاير، وانصدموا بالمنظر. شافوا النار طالعة من الخيمة والناس تركض وتصرخ، والحريم الكبار طايحين على الأرض والناس تدوسهم من الخوف وهم يحاولون يهربون. اختها اللي عمرها 18 سنة بعيونها هذه شافت أمها وأختها الثانية اللي عمرها 23 سنة طالعين من الخيمة.
أختها هذه اللي عمرها 23 كان عندها ولد عمره 3 سنوات وبنت رضيعة عمرها شهور. البنت الصغيرة خلتها ببيت عمتهم لأنها ما تقدر تاخذها معها للعرس، بس ولدها اللي عمره 3 سنوات ناصر كان معها في الخيمة. شافتهم طالعين الأم وبنتها وحفيدها، كانوا يدورون على أختهم الثالثة الصغيرة اللي اسمها بدور وعمرها 8 سنوات. بدور كانت ضايعة جوا في وسط النار والزحمة. الأم ما قدرت تترك بنتها الصغيرة، قلب الأم ما يطاوعها. تقول أختها أنها شافت أمها ترجع مرة ثانية وتدخل قلب الخيمة المشتعلة عشان تدور على بدور، وأختها اللي عمرها 23 شافت أمها دخلت فما قدرت تخليها لحالها، عطت ولدها ناصر الحرمة كانت واقفة برا وقالت لها تكفين امسكيه بروح أشوف أمي، ورجعت هي بعد ودخلت الخيمة ورا أمها. الأخت اللي عمرها 18 سنة كانت واقفة تتفرج على أمها وأختها وهم يختفون جوا النار. حاولت تلحقهم، حاولت توصل لهم، بس الزحمة والدخان والناس اللي تهرب كانت مثل الجدار، وهي قاعدة تشوفهم وهي قاعدة تصرخ بأسمائهم. انهارت الخيمة، طاحت كلها فوق رؤوس كل اللي كانوا باقين جوا، طاحت على أمها وعلى أختها اللي عمرها 23 وعلى أختها الصغيرة بدور اللي عمرها 8 سنوات. في هذيك اللحظة الحريم اللي كانوا برا مسكوها ومنعوها تدخل، كانت تصرخ وتضاربهم تبي تدخل تبي تنقذ أهلها، بس خلاص فات الأوان. أمها وخواتها الثنتين صاروا تحت كومة من النار والحديد، ما حد كان يدري إذا هم عايشين أو ميتين. هذا الشخص اللي يروي القصة يقول إن أبوه وأخوه الكبير أول ما وصلهم الخبر راحوا على طول مستشفى الجهرة. المستشفى كان في حالة فوضى عارمة، سيارات الإسعاف توصل ورا بعض تنزل مصابين وجثث، الصراخ في كل مكان. وهم يدورون قالوا لهم إن أختهم الصغيرة بدور 8 سنوات حالتها حرجة جدا، وانقلوها المستشفى البابطين للحروق. حالتها كانت خطيرة لدرجة إن مستشفى الجهرة ما قدر يتعامل معها. أما الأم والأخت الثانية 23 سنة كانوا لسه مفقودين، ما يدرون عنهم شيء. قعدوا يدورون في المستشفى مثل المجانين، يسألون كل دكتور وكل ممرض. فجأة لقوا أختهم اللي عمرها 18 سنة كانت في حالة هستيرية، تبكي وتصرخ. قالت لهم أنها ركبت مع حرمة في سيارتها ووصلتها المستشفى. أخوها الكبير سألها وين أمي وأختي؟ لقاهم جابوهم. ردت وهي تبكي ما أدري، شفتهم دخلوا الخيمة وطاحت عليهم، وهم في وسط شمتهم جاهم الخبر اللي كسر ظهورهم. أختهم بدور 8 سنوات توفت. الطفلة اللي عمرها 8 سنوات ما قدرت تتحمل الحروق وماتت. يقول كان يشوف أبوه عيونها غرقان دموع، يتكلم مع الدكتور ويترجاه يا دكتور تكفى سوي أي شيء عالجها لا تخليها تموت، بس أمر الله النفذ. وبين ما هم غارقين في حزنهم على بدور وهم لسه يدورون على الأم والأخت المفقودة، فجأة واحد منهم لمح أختها اللي عمرها 23 سنة كانت على سرير في أحد الممرات فاقدة الوعي، وجنبها جالس رجال غريب. يقول أخوها عرفتها من اللي باقي من فستانها مو من شكلها، وجهها كان مشوه تماما من الحريق. الرجال اللي كان جالس جنبها كان يبكي ويقول هذه زوجتي أنا اللي طلعتها من الحريق. بس لما جت أختها اللي نجت وقالت له لا هذه أختي، الرجال انصدم من كثر ما كانت الوجوه محترقة، الناس ما عادوا عرفوا أهلهم. الحين الأخت الصغيرة توفت، الأخت الكبيرة لقوها في غيبوبة، باقي الأم وينها؟ أخوهم الكبير كمل يدور، وبعد بحث طويل لقى أمها، بس حالتها كانت أسوأ من أي شيء ممكن يتخيلونه. كانت سيئة لدرجة أنه منع أي أحد يدخل عليها إلا أبوه وخالته. يقول إن خالته أول ما شافتها أغمى عليها وطاحت، بس الحمد لله كانت لسه حية تتنفس. ثاني يوم الصبح راحوا عشان يدفنون أختهم بدور. يقول إنهم دفنوا معاها في نفس الوقت 12 جنازة كلهم من ضحايا نفس الحريق. يقول أخوي الكبير اختار أن ندفنها الصبح لأن مقبرة العصر بتكون زحمة أكثر. تخيلوا حجم الكارثة، الصبح 12 جنازة والعصر زحمة، كم عدد اللي ماتوا في هذيك الليلة. بعد أسبوع من الحريق جاء أمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه بنقل بعض المصابين المستشفيات الرياض بطيارات إخلاء طبي، وطلب لهم أطباء متخصصين من ألمانيا. من ضمن اللي تم نقلهم كانت أمه وأخته، راح معهم أخوهم الكبير وزوج أخته. يقول استقبلوهم في الرياض استقبال رسمي، وعطوا كل عائلة سيارة خاصة وشقة ورقم يتواصلون معه لو احتاجوا أي شيء. يقول أهلي يتعالجون في الرياض وإحنا في الكويت قاعدين على أعصابنا، كل يوم نتصل على أخوي نطمن. الأخبار ما كانت تبشر بالخير. بعد شهر من العلاج في الرياض الدكتور نادى أخوه الكبير على جنب، فتح ملف الأم وطلع صورة من جواز سفرها وراها الولده،
وقال له شوف أمك كيف كانت حلوة وشوف شكلها الحين، لو عاشت بمنظرها هذا راح تتعذب طول عمرها. الأخ الكبير رد بسرعة يا دكتور عادي، أهم شيء أمي تعيش، أهم شيء نشوفها حية، شكلها مو مهم، المهم ريحتها تكون بيننا. الدكتور كان يمهد له الخبر الصادم، طالع في عيونه وقال له للأسف أمك توفت قبل شوي، روح شوفها لآخر مرة. انهار الأخ الكبير. الحين الأخت الصغيرة ماتت والأم لحقتها، ما بقالهم إلا أمل واحد، الأخت اللي عمرها 23 سنة اللي كانت في غيبوبة. كانوا كلهم متعلقين بهذا الأمل، خصوصا عشان ولدها الصغير ناصر اللي كان في صدمة ويسأل عن أمها كل يوم، ينام ويصحى ويقول وين ماما. قرروا يجيبون ناصر للرياض عشان يشوف أمه، يمكن صوته أو وجوده يخليها تصحى. بعد وفاة الجدة بأسبوعين وصل ناصر، راح شاف أمه بس كانت لسه في غيبوبة. الأطباء قرروا أن حالتها ميؤوس منها وقالوا خلاص بنطلعها من العناية المركزة، وهم يجهزونها عشان يطلعونها وأخوها ماسك يدها ويودعها. فجأة شدت على يده، تحركت، صحت من غيبوبتها، نطقت لأول مرة من يوم الحريق. الكلمة الوحيدة اللي قالتها كانت اسم ولدها ناصر، كانت توصيها بأخوها. فرحوا كلهم، قالوا خلاص قامت بالسلامة وحالتها بتتحسن. بس كانت مجرد صحوة الموت. بعد ساعات قليلة من هذيك اللحظة اتدهورت حالتها بسرعة وتوفت. الجيران كان لهم دور بطولي في هذيك الليلة، فتحوا بيوتهم. كل الأطفال الصغار اللي كانوا يطلعون من الحريق أو اللي كانوا ضايعين كانوا ياخذونهم ويدخلونهم بيوتهم عشان يبعدونهم عن منظر الجثث والصراخ. أي رجال كان يوصل لموقع العرس كان أول شيء يسويه يروح يطق بيبان الجيران، يدور عياره بين الأطفال اللي مجمعينهم. تخيل شعور الأب وهو يدور بين وجوه الأطفال الباكية ويدعي رب أنه يلاقي عياله بينهم، وتخيل شعوره لما ما يلاقيهم. الخيمة الضخمة اللي كانت تشيل 300 شخص انهارت بالكامل، أعمدتها الحديدية 8 أو 10 ذابت من الحرارة وطاحت، وسحبت معها باقي القماش المشمع. تحولت من خيمة بيضة للفرح إلى كومة سودة من الرماد والحديد المنصهر، ومقبرة جماعية لعشرات النساء والأطفال. وهنا لازم أوقف شوي وأقول لكم قصة واحد من الناس اللي عاشوا هذه المأساة بكل تفاصيلها. القصة هذه وصلتني من شخص عائلته كانت في قلب الكارثة. يقول إن في يوم 15 أغسطس أمه وخواته الثلاث تجمعوا مع قرايبهم عشان يروحون العرس. راحوا أول شيء بيت عمتهم اللي كان في الشارع اللي ورا شارع العرس، يعني قريبين مرة. تجهزوا هناك ولبسوا وتعطروا وكانوا كلهم متحمسين. لما وصلوا لمكان العرس دخلوا كلهم الخيمة إلا أخته اللي عمرها 18 سنة وبنت عمرها اللي عمرها 16 سنة. هذول الثنتين لسبب ما دخلوا الخيمة مع الباقين. قرروا يدخلون بيت المعرس نفسه عشان يعدلون مكياجهم قدام المراية اللي جوا. هذا القرار البسيط اللي ما أخذ منهم ثواني هو اللي أنقذ حياتهم. يقول إن أخته وبنت عمه كانوا جوا البيت وفجأة سمعوا صوت قوي كأنه صوت انفجار. بعدها على طول بدت أصوات الصراخ تتعالى من كل مكان. طلعوا يرتضون من البيت يشوفون إيش صاير وانصدموا بالمنظر. شافوا النار طالعة من الخيمة والناس تركض وتصرخ والحريم الكبال طايحين على الأرض والناس تدوسهم من الخوف وهم يحاولون يهربون. أختها اللي عمرها 18 بعيونها هذه شافت أمها وأختها الثانية اللي عمرها 23 سنة طالعين من الخيمة. أختها هذه اللي عمرها 23 كان عندها ولد عمره 3 سنوات وبنت رضيعة عمرها شهور. البنت الصغيرة خلتها في بيت عمتهم لأنها ما تقدر تاخذها معها للعرس، بس ولدها اللي عمره 3 سنوات ناصر كان معها في الخيمة. شافتهم طالعين الأم وبنتها وحفيدها، كانوا يدورون على أختهم الثالثة الصغيرة اللي اسمها بدور وعمرها 8 سنوات. بدور كانت ضايعة جوا في وسط النار والزحمة. الأم ما قدرت تترك بنتها الصغيرة، قلب الأم ما يطاوعها. تقول أختها أنها شافت أمها ترجع مرة ثانية وتدخل قلب الخيم المشتعل عشان تدور على بدور. واختها هذه اللي عمرها 23 شافت أمها دخلت فما قدرت تخليها لحالها، عطت ولدها ناصر. الحرمة كانت واقفة برا وقالت لها تكفين امسكيه بروح أشوف أمي، ورجعت هي بعد ودخلت الخيمة ورا أمها. الأخت اللي عمرها 18 سنة كانت واقفة تتفرج على أمها وأختها الثانية وهم يختفون جوا النار. حاولت تلحقهم، حاولت توصل لهم، بس الزحمة والدخان والناس اللي تهرب كانت مثل الجدار. وهي قاعدة تشوفهم وهي قاعدة تصرخ بأسمائهم. انهارت الخيمة، طاحت كلها فوق رؤوس كل اللي كانوا باقين جوا. طاحت على أمها وعلى أختها اللي عمرها 23 وعلى أختها الصغيرة بدور اللي عمرها 8 سنوات.
في هذيك اللحظة الحريم اللي كانوا برا مسكوها ومنعوها تدخل. كانت تصرخ وتضربهم، تبي تدخل، تبي تنقذ أهلها، بس خلاص فات الأوان. أمها وخواتها الثنتين صاروا تحت كومة من النار والحديد، ما حد كان يدري إذا هم عايشين أو ميتين. هذا الشخص اللي يروي القصة يقول أن أبوه وأخوه الكبير أول ما وصلهم الخبر راحوا على طول مستشفى الجهرة. المستشفى كان في حالة فوضى عارمة، سيارات الإسعاف توصل ورا بعض تنزل مصابين وجثث، الصراخ في كل مكان. وهم يدورون قالوا لهم أن أختهم الصغيرة بدور 8 سنوات حالتها حرجة جدا، ونقلوها لمستشفى البابطين للحروق. حالتها كانت خطيرة لدرجة أن مستشفى الجهرة ما قدر يتعامل معها. أما الأم والأخت الثانية 23 سنة كانوا لسه مفقودين، ما يدرون عنهم شيء. قعدوا يدورون في المستشفى مثل المجانين، يسألون كل دكتور وكل ممرض. فجأة لقوا أختهم الصغيرة اللي عمرها 18 سنة، كانت في حالة هستيرية تبكي وتصرخ. قالت لهم أنها ركبت مع حرمة في سيارتها ووصلتها للمستشفى. أخوها الكبير سألها وين أمي وأختي؟ لقوهم جابوهم. ردت وهي تبكي ما أدري، شفتهم دخلوا الخيمة وطاحت عليهم. وهم في وسط صدمتهم جاهم الخبر اللي كسر ظهورهم، أختهم الصغيرة بدور توفت. الطفل اللي عمرها 8 سنوات ما قدرت تتحمل الحروق وماتت. يقول كان يشوف أبوه عيونه غرقانة دموع، يتكلم مع الدكتور ويترجاه، دكتور تكفى سوي أي شيء، عالجها لا تخليها تموت. بس أمر الله نفذ. وبينما هم غارقين في حزنهم على بدور وهم لسه يدورون على الأم والأخت المفقودة، فجأة واحد منهم لمح أختها اللي عمرها 23 سنة، كانت على سرير في أحد الممرات فاقد الوعي، وجنبها جالس مجال غريب. يقول أخوها عرفتها من اللي باقي من فستانها، مو من شكلها، وجهها كان متشوه تماما من الحرق. الرجال اللي كان جالس جنبها كان يبكي ويقول هذه زوجتي، أنا اللي طلعتها من الحريق. بس لما جت أختها اللي ناجية وقالت لها لا هذه أختي، الرجال انصدم من كثر ما كانت الوجوه محروقة، الناس ما عادوا يعرفون أهلهم. الحين الأخت الصغيرة توفت، الأخت الكبيرة لقوها في غيبوبة، باقي الأم وينها؟ أخوهم الكبير كمل يدور، وبعد بحث طويل لقى أمه، بس حالتها كانت أسوأ من أي شيء ممكن يتخيلونه. كانت سيئة لدرجة أن منع أي أحد يدخل عليها إلا أبوه وخالته. يقول أن خالته أول ما شافتها أغمى عليها وطاحت، بس الحمد لله كانت لسه حية تتنفس. ثاني يوم الصبح راحوا عشان يدفنون أختهم بدور. يقول أنهم دفنوا معها في نفس الوقت 12 جنازة ثانية، كلهم من ضحايا نفس الحريق. يقول أخوي الكبير اختار ندفنها الصبح لأن مقبرة العصر بتكون زحمة أكثر. تخيلوا حجم الكارثة، الصبح 12 جنازة والعصر زحمة، كم عدد اللي ماتوا في هذيك الليلة؟ بعد أسبوع من الحريق جاء أمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه بنقل عدد من المصابين لمستشفيات الرياض بطيارات إخلاء طبي، وطلب لهم أطباء متخصصين من ألمانيا. من ضمن اللي تم نقلهم كانت أمها وأخته، راح معهم أخوه الكبير وزوج أخته. يقول استقبلوهم في الرياض استقبال رسمي، وعطوا كل عائلة سيارة خاصة وشقة ورقم يتواصلون معه لو احتاجوا أي شيء. يقول أهلي يتعالجون في الرياض وإحنا في الكويت قاعدين على أعصابنا، كل يوم نتصل على أخوي نطمن. الأخبار ما كانت تبشر بالخير. بعد شهر من العلاج في الرياض الدكتور نادى أخوه على جنب، فتح ملف الأم وطلع صورة من جواز سفرها، وراها الولد وقال له شوف أمك كيف كانت حلوة وشوف شكلها الحين، لو عاشت بمنظرها هذا راح تتعذب طول عمرها. الأخ الكبير رد بسرعة قال يا دكتور عادي، أهم شيء أم تعيش، أهم شيء نشوفها حية، شكلها مو مهم، المهم ريحتها تكون بيننا. الدكتور كان يمهد له الخبر الصادم، طالع في عيونه وقال له للأسف أمك توفت قبل شوي، روح شوفها لآخر مرة. انهار الأخ الكبير. الحين الأخت الصغيرة ماتت والأم لحقتها، ما بقالهم إلا أمل واحد، الأخت اللي عمرها 23 سنة اللي كانت في غيبوبة. كانوا كلهم متعلقين بهذا الأمل، خصوصاً عشان ولدها الصغير ناصر اللي كان في صدمة ويسأل عن أمه كل يوم، ينام ويصحى وهو يقول وين ماما. قرروا يجيبون ناصر للرياض عشان يشوف أمه، يمكن صوته أو وجوده يخليها تصحى. بعد وفاة الجدة بأسبوعين وصل ناصر، راح وشاف أمه بس كانت لسه في غيبوبة. الأطباء قرروا أن حالتها ميؤوس منها، وقالوا خلاص بنطلعها من العناية المركزة.
وهم يجهزونها عشان يطلعونها وأخوها ماسك يدها ويودعها، فجأة شدت على يده، تحركت، صحت من غيبوبتها، نطقت لأول مرة من يوم الحريق. الكلمة الوحيدة اللي قالتها كانت اسم ولدها ناصر، كانت توصي أخوها عليه. فرحوا كلهم، قالوا خلاص قامت بالسلامة وحالتها بتتحسن، لكن كانت مجرد صحوة الموت. بعد ساعات قليلة من هذيك اللحظة تدهورت حالتها بسرعة وتوفت. هذه العائلة وحدها فقدت الأم وبنتين، ويقول صاحب القصة أن بنت عمتهم وبنتها توفوا بعد في نفس الحريق. لقوهم حاضنين بعض ومتفحمين لدرجة أنهم ما قدروا يفصلونهم عن بعض، واندفنوا في قبر واحد. ويقول أنه يعرف رجال واحد دفن 7 جنازات من أهله في يوم واحد، كلهم من ضحايا الحريق، الله يرحمهم جميعا. طيب نرجع للسؤال الأهم، إيش اللي صار؟ كيف احترقت الخيمة؟ رجال المباحث كانوا يسألون نفس السؤال، هل هو قضاء أو قدر، ماس كهربائي، أو كان في أحد وراء المصيبة؟ بدأت التحريات، خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي مشطوا مكان الحريق، فحصوا كل قطعة من الخيمة المحترقة وكل شبر من الأرض حوالينها، وفعلا لقوا شيء. لقوا قارورتين زجاج أو بطلين مثل ما نقول، ريحتهم كانت غريبة. أخذوها للمختبر عشان يفحصونها، وفي نفس الوقت كلام بدأ ينتشر بين الناس، همس يدور في المجالس وفي المستشفيات أن الحريق كان بفعل فاعل، وأن الفاعل معروف. الشكوك هذه تأكدت لما طلعت نتيجة تحليل القارورتين. المادة اللي كانت داخلها كانت بنزين. هنا التحقيق أخذ منحى ثاني تماما، ما عاد الموضوع حادث، صار جريمة قتل جماعي، وكل أصابع الاتهام كانت موجهة لشخص واحد، نصرة زوجة المعرس الأولى. المباحث استدعوا الزوج زايد وحققوا معه، سألوه هل تشك في أحد؟ في أحد كان يهددكم؟ وهنا زايد قال لهم الكلمة اللي حسمت كل شيء، قال زوجتي نصرة قالت لي إذا تزوجت راح أدمر العرس هذا فوق راسك. كلام زايد ما كان الدليل الوحيد. فجأة بدأوا الشهود يطلعون. خادمة تشتغل في بيت الجيران راحت المدير مسرح الجريمة وقالت له أنا شفت حرمة في بداية العرس، كان بيدها بطل مليان سائل وبيدها الثانية ولاعة، وطلبت مني أجيب لها جرايد. وبعدها جاء الشاهد الأهم، سواق تاكسي، سمع عن الحريق في الأخبار وانتشر الخبر في كل مكان. الرجال خاف وقرر يروح يبلغ عشان يخلي مسؤوليته. راح للمباحث واعترف، قال لهم أنا اللي وصلتها، ركبت معي حرمة من منطقة سكنها وطلبت مني أوديها محطة بنزين، نزلت هناك وعبت قارورتين بنزين، بعدها طلبت مني أوديها عند خيمة العرس، نزلت هناك عطتني الإجرة وقالت لي خلاص روح. سألوه تعرف مين هذه الحرمة؟ قال إيه هذه نصرة زوجة زايد. خلاص كل الخيوط اجتمعت. المباحث صاروا متأكدين بنسبة 99% أن نصرة هي الفاعل. راحوا على طول لبيت أهلها، المكان اللي كانت قاعدة فيه. أول ما واجهوها بالكلام اللي قالها الشهود وبكلام زوجها انهارت، قامت تبكي وتصرخ بشكل هستيري. وفي التحقيقات اعترفت بكل شيء. قالت إن فكرة حرق الخيمة جت في بالها من أول ما عرفت تاريخ العرس، خططت لكل شيء. أخذت قوارير البنزين وراحت جنب الخيمة، صبت البنزين على القماش من برا وولعت النار، وبعدها هربت. كانت تبكي وتقول والله العظيم ما كان قصدي أقتل أحد، قسم بالله ما كنت أبي أذبحهم، كل اللي كنت أبغاه إني أخرب العس، أبرد حرتي، أقهاره مثل ما قهرني، كنت أبي أوصل له رسالة أن اللي سواه فيني جريمة. كملت كلامها وقالت فكرت إني بس أكب البنزين بيشمون ريحته وبيخافون ويطلعون ويخترب العس، بس لما كبيت البنزين ما حد طلع، فقلت خلني أولع طرفة أكيد بيخافون أكثر وبيطلعون. وأول ما شبيت النار ركبت تاكسي ومشيت. وأنا في الطريق سمعت صراخهم وقلت خلاص خطتي انجحت، خربت عرسهم. لكن وأنا راجع البيت شفت سيارات الإسعاف والمطافي رايحة المكان العرس. هنا بديت أخاف شوي. بعدها بدقائق جوالي قام يدق، أهل زوجي يتصلون ويصرخون علي أنت اللي سويتيها، أنت اللي حركت الخيمة. فتحت التلفزيون وشفت الأخبار،
شفت حجم الكارثة. وقتها بس استوعبت أن فعلتي البسيطة هذه اللي كنت أبي أخوفهم فيها تسببت في موت عشرات. كثير من اللي ماتوا كانوا صديقاتي، قرايب زوجي كنت أحبهم ويحبوني، وكانوا دايما يحاولون يصلحون بيني وبين زايد، بس هو اللي وصلني لهالشيء. تمت محاكمة نصرة. القضية كانت واضحة، الأدلة قوية، والاعتراف موجود. الحكم كان متوقع، الإعدام. وفي يوم 25 يناير 2017 بعد حوالي 8 سنوات من الكارثة جاء يوم تنفيذ الحكم. في هذاك اليوم ما كانت نصرة لوحدها، كان معها 6 مدانين ثانيين في قضايا مختلفة، كلهم محكومين على الإعدام. تقول المصادر إن من فجر هذاك اليوم بدأت الاستعدادات. وصل فريق من الطب الشرعي وأطباء وسيارات إسعاف لموقع الإعدام في السجن المركزي. الساعة 8:15 الصباح، نفس التوقيت اللي اشتعلت فيه النار في الخيمة، بدأت عمليات الإعدام. نصرة كانت ثاني شخص يتم إعدامه. كانت منهارة تماما وتتكلم بطريقة هستيرية. الكلمة الوحيدة اللي كانت ترددها سامحوني، ما كان قصدي، الله يخليكم سامحوني. لما سألوها عن طلبها الأخير كررت نفس الكلمة سامحوني. نطقت الشهادتين وبعدها صعدوها على منصة الإعدام ولبسوها حبل المنشقة وغطوا وجهها وتم تنفيذ الحكم. القصة انتهت بإعدام نصرة، لكن هل العدالة تحققت؟ هل موت نصرة رجع الأمهات لأطفالهم أو رجع البنات لآبائهم؟ الضحايا اللي راحوا في هذيك الليلة عددهم وصل ل 66 ضحية، أغلبهم نساء وأطفال. 66 روح راحت في دقائق بسبب لحظة غضب ولحظة غيرة عمياء. الحصيلة النهائية كانت كارثية بكل المقاييس. القصة هذه ما هي مجرد جريمة، هي تذكير مؤلم كيف أن قرار واحد في لحظة واحدة ممكن يدمر حياة عوائل كاملة. نصرة يمكن ما كانت نيتها تقتل، يمكن بس كانت تبي تنتقم وتحرق قلب زوجها، لكنها أحرقت معاه 66 قلب و66 حياة، وتركت وراها مئات الأيتام والثكالى. لكن السؤال اللي يبقى معلق في الهواء واللي يمكن ما له جواب، هل القصة فعلا انتهت بإعدامها؟ أرواح اللي ماتوا وذكريات اللي عاشوا الكابوس ودموع الأطفال اللي كبروا بدون أمهاتهم، هل هذه كلها تنتهي بحبل منشقة؟ بعض القصص ما تنتهي، بعض القصص تبقى محفورة في ذاكرة المكان وتعيش في كوابيس اللي نجوا للأبد.